سداسي منتخب مصر في خطر وتحت المقصلة أمام السنغال، وتدخل حسام حسن. أصبح 6 لاعبين في صفوف منتخب مصر تحت مقصلة التهديد بالغياب عن مباراة نهائي كأس إفريقيا 2025 حال نجاح المنتخب الوطني في تخطي عقبة السنغال في مواجهة نصف النهائي والمقرر لها مساء غد الأربعاء على ملعب طنجة. الأمر الذي استدعى تدخلاً عاجلاً من حسام حسن المدير الفني للفراعنة لتفادي هذه الأزمة. ويوجد 6 لاعبين من منتخب مصر مهددين بالغياب عن مباراة النهائي حال الفوز على السنغال، أو مباراة تحديد المركز الثالث في حالة الخسارة من أسود التيرانجا، لتراكم البطاقات إذا حصل هذا السداسي على إنذار آخر بمباراة الغد. وتضم قائمة السداسي المهدد في منتخب مصر أمام السنغال كل من مروان عطية ورامي ربيعة وحمدي فتحي وأحمد فتوح ومحمد الشناوي وحسام عبد المجيد. من جانبه، شهدت الساعات الماضية جلسة من قبل حسام حسن مع لاعبيه، محذراً إياهم ومشدداً عليهم تفادي الحصول على أي بطاقات صفراء جديدة في مواجهة السنغال، كي يتمكن المنتخب الوطني من الاستفادة منهم في الدور المقبل. تشكيل منتخب مصر المتوقع أمام السنغال في نصف نهائي كأس الإفريقية. من المتوقع أن يكون تشكيل منتخب مصر أمام السنغال في نصف نهائي كأس الإفريقية مكوناً من حراسة المرمى محمد الشناوي، خط الدفاع أحمد فتوح وحسام عبد المجيد ورامي ربيعة وياسر إبراهيم ومحمد هاني، خط الوسط مروان عطية وحمدي فتحي وإمام عاشور، خط الهجوم محمد صلاح وعمر مرموش. موعد مباراة منتخب مصر ضد السنغال. وتبدأ مباراة منتخب مصر أمام السنغال في تمام الساعة 7 مساء الغد على ملعب طنجة، على أن يلعب الفائز من هذه المواجهة مع المنتصر من مباراة نيجيريا والمغرب.